النجمة الجميلة رحاب الجمل منوريني على شاشة سارمند السعودية. موجودة معانا النهاردة في ايفنت فاشون مختلف. عايزاكي تكلميني عن اهتمامك بالفاشن وانتي دايما قمر 14. زي كل البنات وزي كل الستات بتابع الموضة والأزياء وكل الجديد وانا بتابع الجديد لازم اختار اللي يناسبني برضو في النهاية. بتحبي يكون ليكي ستايلست معين ولا انتي بتحبي تختاري تحطي بصمتك في كل حاجة؟ لا يعني انا بحط بصمتي في التمثيل، الحاجة اللي متخصصة فيها. بحب الستايلست لو قائمين على عمل، لو حد بيلبسني لايفنت يعني حفلة لأي مناسبة. لا بحب كل واحد يشوف شغله افضل. رحاب الجمل عاملة شغل عالي جدا في الاوف سيزون بمسلسل برغم القانون. مسلسل اجتماعي لكن قدر ان هو يخطف الناس. كلمينا عنه وعن الاختلاف بتاعه ان هو في مدينة حقيقية في مدينة بورسعيد. بصي، من بداية ما قريت الورق أنا يعني انبهرت بالفكرة، بالمؤلفة نجلاء الحديدي. سرد المشاكل ازاي، احساسها بالمرأة، المشاكل اللي بتعرض ليها بعض السيدات، ثغرات قانونية. يعني عايزة اقولك المسلسل مليان بالمفاجآت ومليان بالمشاكل اللي تخص المرأة. فعجبني قوي قوي قوي، وكنت يعني مستبشرة خير، وكان عندي احساس كبير قوي بالنجاح اللي احنا بنحققه دلوقتي. وفرحانة لإيمان العاصي، بقول لها ألف مبروك يا إيمي. انتي جميلة وممثلة شاطرة وموهوبة وإنسانة راقية، فتستاهلي كل خير. ودي بداية النجاح لكن مش آخره، اللي جاي أكبر وأحلى إن شاء الله يا رب. الدور ده مختلف عن ايه اللي انتي عملتيه في رمضان وقلبتي بيه الدنيا؟ آه، بيت رفاعي. لا هو مختلف طبعا عن صدفة وعن بيت رفاعي كتير جدا. اخت البطلة في صدفة، اخت البطل في بيت رفاعي، وهنا كمان اخت ايمان. بس عايزة اقولك ان لا، المعالجة وتفاصيل الشخصية والمفردات الكلام، الطريقة اللي بتتكلم بيها لا غير خالص. المشاكل اللي بتتعرض ليها مختلفة تماما. لا هي تجربة بالنسبة لي جديدة، لا في حاجات جديدة. اتفرجوا هتتبسطوا. شفناكي عامله ديو رهيب مع وليد فواز. يعني هنشوفك نموذج للمرأة المقهورة ولا هتاخدي بحقك ولا هتعملي ايه؟ طب ما نشوف بقى، احنا هنشوفها نموذج لمرأة بتتعرض لمشاكل وضغوط، وبيحصل منها ردود أفعال. يعني هنشوف كده تنوع. خلينا نتفرج مع بعض، ومستنية أسمع رأيكم كلكم إن شاء الله.